السلام عليكم، يا رب الجميع يكون بألف خير وتضلوا كلكم بصحة وعافية. اليوم بدي أحضر معاكم كيكة من أفخم الكيكات يلي بحضرها بالبيت، اللي هي قدرة قادر. كيكة قدرة قادر ليه سموها كيكة قدرة قادر؟ لأنها بتنفصل عن بعضها طبقات بالفرن، وعن جد طعمتها جدا رائعة والشكل كمان مشهي. هلأ بالبداية هون عندي طواية رح فضي فيها كوب سكر، وأخذهم على نار، حطهم على نار هادية. هلا هيك عندي حطيتهم على نار هادية، وبواسطة سباتولا رح حركهم. انتبهوا ما بدي النار تكون قوية حتى ما ينحرق عندي السكر. هون عندي هيك القالب رح ادهنه بزيت نباتي على الخفيف. بس يصير عندي السكر بهالشكل رح وزعه بالقالب. بلش هيك بهالشكل حتى ياخذ حجمه. للخطوة الثانية ببريق الخلاط رح احط 3 حبات بيض، كوب سكر، كوبين حليب، معلقة فانيلا، ربع كوب حليب بودرة. هلا رح اضربهم كلهم سوا على الخلاط. هلا رح بلش نزل الخليط بواسطة مصفاية. طبعا للطبقة الثالثة رح اضيف هون حبتين بيض، عندي ربع كوب زيت نباتي، نص كوب سكر، كوب حليب. رح اخفقهم كلهم سوا وبعدين حضر بقية المكونات. هون عندي معلقة فانيلا معباية وربع كوب من الكاكاو. هون رح اضيف كوب ونص طحين منخول كتير منيح، طبعا الطحين زيرو لازم يكون. هون عندي مغلف كامل من الفانيلا، رح اخفقهم شوي شوي، رح اخفقهم على سرعة متوسطة. هلا هيك بعد ما خلصت من الخفاقة الكهربائية رح حركه هيك شوي بواسطة سباتولا، لمه منيح على بعضه، وبعدين نزله كطبقة ثالثة. هلا عندي صينية رح احط فيها مي سخنة تقريبا عم تغلي، ورح حطه. طبعا انا عندي الفرن من وقت ما بلشت شغل فيه محمية الفرن على حرارة 150. هلا رح دخله الفرن على حرارة 150 واتركه لمدة 45 دقيقة. طبعا من فرن لفرن تفرق، خلوا عينكم على فرنكم. بعد ما طلعته بالفرن مديت هون فوطة مطبخ، ورح حطه على فوطة المطبخ ليبرد تماما، تقريبا مخليه ساعتين هون، بعدين ساعتين بدخله الثلاجة او البراد، وبتركه لمدة هيك بكون تركناه لمدة 4 ساعات، ساعتين برات البراد وساعتين بالبراد، وبعدين رح نقلبه سوا. هلا بعد ما تركناه 4 ساعات وبرد تماما، عندي هون بايركس بيتحمل الحرارة، رح اضيف عليه شوي من مية السخنة، وحط هون الكيك مشان شوي يتفكفك عندي طبقة الكراميل. طبعا ما بخليه، يعني يا دوب 3 دقايق. مضى عندي هلا 3 دقايق، رح شيله من المي السخنة وقلبه على الصينية هيك بهالطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني والله صدقوني من أفخم الكيكات اللي بتحضروها بالبيت،
ولا بدها تسقاية بالحليب ولا شي، هي طرية وبتشهي ما شاء الله، وطبقة الكراميل وفيرة فيها. ان شاء الله يكون يا رب الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. صحة والف عافية، واهلا وسهلا فيكم. في دول الدم العسل يا الجمالك ما له حل، من تسولف لغزل اسكت شجاني، الغيبة عن وجهك